في حتة تانية، في حتة في حتة مليون. محمود الخطيب بالنسبة لرئيس نادي زي. بعد كده جيت تتكلم في الصفقات وتتكلم مع أوسوري انكم انتوا خلصتوا امير مرتضى خلص 3 صفقات بس مستنيين الفلوس. طب بتخلص على اساس ايه؟ طب النادي الاهلي بيخلص على اساس ان هو معاه ماليه وفلوس ودولارات يابا وعد، واحنا نايمين عليهم اساسا. مفيش غير انك انت تطلع يا مندوح عباس شيل طب ها شال الحيز. فين التصرف؟ فين التصرف بتاعك؟ فين انك انت كرئيس نادي بتعرف انك انت تعمل؟ عايشين في المؤامرة اللي انتوا عايشين، المؤامرة اللي انتوا عايشين فيها دي عايشين فيها ازاي؟ عايشين، انا عايز اعرف ايه اساسيات المؤامرة اللي انتوا عايشين فيها. بتكذبوا الكذبة وتصدقوها، تكذب الكذبة وتصدقوها ازاي؟ ما انا عايز اعرف. والف واحد يوتيوبر من اليوتيوبرات اللي هم بيتكلموا عن نادي الزمالك ومنتمين لنادي الزمالك بس بيتكلموا زي اللي ستيرو وخفاجة وراموس الغلابة واللي بيتكلموا. امال وخالد الكردي مع احترامي للناس دي طبعا بيتكلموا بطريقة يعني. اسمع منهم، اسمع منهم وخد منهم حاجات بسيطة. خد منهم واعمل. مش تطلع تشتم بالأمهات والأبهات واللي ومحمد دهشان طبعا. آه، ليه؟ ليه؟ يعني عندك انت مثلا الهستيري. طب ما شفتش قناته على اليوتيوب؟ ماشي. طلع على قناة اون تايم سبورتس كذا مرة، وطلع على بي ان سبورت كذا كذا مرة او مرة على ما اظن، ان انا من الشخصيات اللي متابعها كويس كمان. ليه؟ اسمع منه، اشوف حواره، اشوفه بيتكلم على، اشوف النقاط اللي بيتكلم فيها والنقاط اللي بيتكلموا فيها كانوا في الاول للتصليح. حاليا ان هم بيتكلموا في نقطة واحدة بس: ازالة كل ما هو له علاقة بالنادي الزمالك نهائيا. حاليا من اول الرئيس كله وعايزين يفرمطوا الفرقة كاملة، عايزة فرمطة. وده عندهم حق فيها. احنا من مصلحتنا احنا، أنا بتكلم باسم النادي الاهلي طبعا، وليست ان انا يعني لا انا مشجع بس، مش بتكلم باسمه، بتكلم كشخص. انا من مصلحة النادي الزمالك يفضل كده.